كأس الخليج ما بين العراق وعمان. الأمنيات، كل الأمنيات أراي في الجهة اليمنى تلعب الكرة الأمامية العالية ناحية أيمن حسين. وصلت الكرة في الجهة اليسرى خطيرة للغاية للعراق. هنا لدينا المحاولة ولكنها تبعد في اللحظات الأخيرة. يضغط العراقي مبكرا، يريد أن يسجل هدفا. ناوي أن يسدد كرة من مسافة بعيدة جدا على مرمى المخيني. هنا لدينا الكرة لكنها في المكان الذي يتواجد من خلاله ابراهيم المخيني. هذه الكرة الان محاولة مرور عادت من امير العماري يقدم اداء كبيرا. يا سلام على شيركو. انظر الى هذه التسديدة، اوه حلوة والله، حلوة علي فايز من مسافة بعيد. تكلم عن 33 34 متر عن مرمى الحارس ابراهيم المخيني، لكنها يعني وصلت في المكان. احيانا تأتي امير يلعب الكرة العالية الخطيرة لمصلحة العراق. محاولة موجودة وبايش يحاول ومطالبة بركلة جزاء، لكن هناك راية سبقت توجت على أرضها ببطولة الخليج وكذلك المنتخب السعودي. هذه لدينا الآن كرة وصلت وابعدت إلى بايش يسدد. الله! ومن غير بايش يسجل للعراق. كل البدايات بايش. الله عليك يا ابراهيم، الله عليك يا ابو خليل. ابراهيم بايش يضع العراق في المقدمة. ابراهيم بايش، اعيد واقول بايشكم حلو يا عراق، بايشكم حلو يا عراق. ابراهيم بايش يضع اسود الرافدين في المقدمة. لكن الم اقل لكم امرا؟ قلت ولا ما قلت بان العراق سيسجل من تسديده من مسافة بعيدة؟ انا اللي اقوله يصير وبايشكم سجل. افتتح امام العنابي، افتتح التسجيل نعم امام العنابي، وكذلك فعل هذا الامر هناك امام السعودية. بايش ومن غيرك يا بايش قادرين ربما على تسجيل هدف التعادل لمصلحة المنتخب العماني. هذا جميل، تلعب مقوسة خطيرة للغاية، ابعدت من دفاعات المنتخب العراقي، عادت الى حارب. هنا محاولة الكرة التي تلعب عمانية، لكن تدخل يأتي من ضرغام فهمي بكرة امامية، لكنها مرت وصلت الى حارس المرمى، واضطر ان يأتي بالخميسي كظهير ايمن في هذه المواجهة. هذا المسلمي ناحية احمد الكعبي في الجهة اليسرى. عمانية زاهر كرة لمصلحة عمان، تدخل يأتي وابراهيم بايش. هذا يدافع هذا يهاجم. هذا ابراهيم، برافو. تدرون ليش برافو لابراهيم؟ راح اقول لك. لكن بعد هذه الكرة التي تأتي لمصلحة المنتخب العماني، صلاح اليحيائي بكرة عرضية وصلت مرة خطيرة. عمانية. العراق الافضل في الشوط الاول، هكذا اراه. كرة تلعب امامية، مصطفى تدخل موجود، كرة ابعدت، عادت الى صلاح اليحيائي. ومن غير صلاح يعني هو الاسم الاكثر تحركا في الشوط الاول للكرة العمانية. هذا صلاح يلعب كرة خطيرة. هذه كرة فيها شك، فيها جميل اليحمدي، لكن في كرة خليني اشوفها والله صعبة. بعد عطني الإعادة زيد بعد عيدها. ركلة جزاء لمصلحة المنتخب العماني هكذا، لكن عليك ان تعلم بان اليحيائي قادر على ان يصنع كل الامور. عمان للتعادل، عمان تقترب من هذا الامر، والكرة من علي فايز وصلت الى حسين علي.
عادت الآن الحارب. أمير العماري لعيب أمير ممتاز. أمير أيمن حسين يحاول نقل الكرة في الجهة اليسرى. التدخل الذي يأتي من أحمد الخميسي والمرور يأتي ومن ثم ضرغام هنا وفهمي هنا وأمجد عطوان. كرة حائرة ما بين المنتخبين وصلت إلى حسين علي. هذا حسين بكرة عرضية داخل منطقة الجزاء أبعدت من أمام شركو. عادت مرة أخرى الكرة العمانية. كرة لعمان. هذا شركو خذها أعلن عن نهاية أحداث شوط اللقاء الأول. مشاهدينا متابعين في كل مكان. العراق في الشوط الأول تتقدم على عمان بهدف مقابل لا شيء. التقيكم مع بداية أحداث شوط اللقاء الثاني. أما الآن أنتقل بالصوت والصورة إلى الزميل العزيز خالد جاسم. تفضل لك الكلمة. مشاهدينا الكرام متابعين في كل مكان، عودة مجددة مشاهدينا إلى أحداث شوط اللقاء الثاني ما بين المنتخب. أبعدت عن طريق ضرغام يتدخل بشكل ممتاز يحولها إلى أيمن حسين في جهة اليمنى. أيمن ينقلها إلى ضرغام. الله على التحف الكرة الجميلة التي لعبت من ضرغام إسماعيل، لكن الكرة تبعد الآن. تدخل بالثلاثة تصل إلى حسين علي. عراقية خطيرة. الله يا على انتفاضة عراقية في الكرة الماضية. هذا حسين حطلة واحدة. حسين لفت لكنها عدت ومرت وذهبت إلى ركلة مرمى. أنت تتقدم داخل منطقة الجزاء. سنشاهد نتابع الكرة التي تلعب خطيرة للغاية. مرت الكرة الخطيرة. مصطفى ناظم كاد أن يسجل الهدف الثاني لمصلحة العراق. حاول أمجد عطوان لكنها طالت على أمجد، ذهبت إلى خارج أرضية الميدان. كرة جميلة مقوسة على رأس مصطفى، وكاد مصطفى أن يسجل ثاني أهدافه في خليج 25، لكن الكرة جاورت القائم الأيسر إلى ركلة مرمى. هذا أمجد حاول فيها أمجد. إبراهيم بايش إلى ألاي ينقل الكرة الأمامية ناحية أيمن حسين. كرة عادت مرت من الكل. يتدخل ألاي فاضل. هذا نجم سوبر لكن حسين علي الآن ماذا سيفعل حسين؟ إلى ضرغام. مرت الكرة والتدخل يأتي من حارب. عادت إلى حسين علي. وصلت إلى حسين علي ناحية ضرغام إسماعيل في الجهة اليسرى. حسين أمير العماري يمر. العماري عنده الكرة. العماري يتدخل. العماري وخطأ عراقي. لا والله قال لا ما فيها شيء. السيد استيفان كوفاكس قال له ترى ما فيها شيء أمير. هذا القرار. 10 دقائق على النهاية وينتهي خليجي 25. 10 دقائق وينتهي خليجي 25. خلاص ما في بعده على الإطلاق. ما في بعده. هذه الكرة الآن تلعب تصل من علي فايز. علي يعيدها في الخلف. المحاولة من ضرغام إسماعيل. التدخل الموجود. عودة بالكرة لمصلحة المنتخب العماني. صلاح اليحيائي يمر. صلاح خطير داخل منطقة الجزاء. محاولة عمانية خطيرة وركلة جزاء عمانية. عمان لا تأمن عمان على الإطلاق. صلاح اليحيائي يتقدم ويراوغ لاعبي المنتخب العراقي، وبعد ذلك يسقط في منطقة الجزاء ويتحصل المنتخب العماني على ركلة جزاء. هكذا كان هو القرار بهذه الطريقة بهذا الأسلوب. التدخل الذي كان من ضرغام إسماعيل أسقط من خلاله صلاح اليحيائي وتحصل
اليحيائي على ركلة جزاء الآن. آن الأوان. نعم نعم نعم. ضرغام يا ضرغام تدخل في الكرة الماضية، وعمان فصبر جميل يا عمان، فصبر جميل. جميل جلال، جميل جلال. الله، ليس اليوم، ليس اليوم يا عمان، ليس اليوم يا عمان. جلال، جلول، جل سموه ما شئتم. صبت قلوب العراق، صبت قلوب العراق. وجاء جلال، وجاء جلال كالماء الزلال. يا عراق، يا عراق انظر 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 يا اسباني، انت لن تعاني، بل انه الكرواتي، بل انه الكويتي. عندما كان علي فايز مع القادسية. هذه لدينا كرة الآن تلعب الكرة من أمير العماري، عالية خطيرة رأسية. تدخل الذي يأتي من محمد المسلمي، تعود مرة أخرى في الجهة اليمنى، عرضية تحولت، عادت لمصلحة حسن قوقية. يحاول حسن عبد الكريم لكن الإبعاد. يقتربون يقتربون. هسه 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 هسه. ريوان جاي من الشمال دا يلعب معانا، ها جاي من الشمال يلعب مع العراق. من خلال هذه المباراة يغادر أمير، وكان أميرا وكان أميرا وكان أميرا في هذه المواجهة. هذا ريوان يأتي الآن الثواني الأخيرة، الثواني الأخيرة، الثواني الأخيرة. عمان العراق للرابع. أم التعادل يا عمان، أم التعادل يا عمان. لا زالت لا زالت الأخبري يسقط الآن، والكرة من الهلاي، لكن ننتظر كرة تلعب أمامية. يجب أن تعلم ما يجيك بالسهل، أي شيء للعراق ما يجي بالسهل. آلاء فاضل يقع في المحظور، يقع في المحظور في اللحظات الأخيرة، ويرتكب مخالفة تقتضي بوجود ركلة جزاء لعمان. ركلة جزاء لعمان. معلش يا آلاء، إذا سجلت عمان راح نروح معاكم إلى أشواط إضافية، لكن واحد يقول لي تعال احنا عندنا حارس اسمه جلال حسن. أقول لك كثر خيره في الأولى، كثر خيره في الأولى، لذلك غيروا الآن. صلاح اليحيائي، صلاح اليحيائي. اللقب هنا من علامة الجزاء، إما أن تسجل عمان وتعود، وإما أنه جلال حسن صلاح اليحيائي، جلال حسن صلاح اليحيائي. لقبين، 3 ألقاب، 4 ألقاب. اليحيائي. عمان تعود، جلال حسن. عمان تعود، تسجل عمان، تعود عمان، يسجل صلاح ويعادل النتيجة في هذا التوقيت. يا لها من إثارة. نعم، أبناء السلطنة يعودون مرة أخرى إلى هذه المواجهة بأقدام صلاح. الأولى تصدى لها جلال، والثانية عاد بها اليحيائي ليحيي آمال العماني، وتنتهي المباراة. وننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى الأشواط الإضافية. هكذا هو الخليج، هكذا هي المباريات، هكذا هي الإثارة. أعود إلى للغاية، مثيرة للغاية حقيقة ما بين المنتخب العراقي والمنتخب العماني في مباراة تريد شوف البطولة. حكم اللقاء يطالب بالعودة للحائط البشري من الأخبري. كرة تلعب الآن مباشرة، عالية خطيرة رأسية، لكنها إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. رأسية مناف التي مرت بهذه الطريقة بجوار القائم الأيمن. وأيضا كان إبراهيم المخيني متابع في الكرة ومأمن الكرة إلى ركلة عطوان يتقدم. عندك مناف، عندك علي فايز، عندك مصطفى ناظم، كلها أسماء
بطول قامته جيد لعب الكرات الهوائية. وهنا لدينا أمجد يلعب الكرة العالية مقوسة في المرمى. إبراهيم المخيني يبعدها وكاد أن يصطاد إبراهيم، وكاد أن يصطاد إبراهيم من خلال هذه الكرة المباغتة المفاجئة. مؤمل نعم يتواجد في الجهة اليمنى الآن. هذه كرة أمجد عطوان، عنده الكرة يحاول أمجد ينقلها ناحية مين هذا كرة قوقية تصطد وتعود مرة أخرى إلى حسن عبد الكريم. حسن يعيدها في الخلف، وصلت إلى بايش يحاول خطر عراق قوقية عرضية خطيرة رأسية، وصلت إلى محمد علي، اصطدت تعود، وصلت بعد ذلك تسديدة تمامات بعيدة. أعصابك حديد، خلي أعصابك حديد. إذا ما تتحمل طف التلفزيون وعوف المباراة. إذا ما تتحمل هذه كرة مطالبة. أنا بلساني شامخ. كنت أتحدث عن ركلة جزاء، كنت أتحدث عن خبر ما، كنت أتحدث عن مفاجأة. وإذا ما تقدر طفي، لكن شغل ارجع ما تعوفها. هنا لدينا ركلة جزاء عراقية. هذا فرح يسبق، لكن قوقية مر وكان السقوط. خليني اشوف. نعم خلاص هي ركلة جزاء. حط في بطنك بطيخة صيفي، حط بطنك رقية بصراوية، حط ركلة جزاء لا غبار عليها للعراق، لكن العراق ما سجل الثاني. لا تفرح إلا بعد ما يسجل أمجد عطوان لسه، لأن هناك حارس كبير مثل ما عندك جلال حسن لعمان، لمخيني وأمجد عطوان. يا جماعة قلبي الصغير لا يتحمل هذه الإثارة، لا يتحمل. أمجد والمخيني عطوان. عراق يسجل ثاني الأهداف عن طريق عطوان. يأتي الأمان مرة أخرى يا عراق، يعود الأمان مرة أخرى يا عراق. هسه يجي الثاني من أمجد عطوان. سجل أمجد يا عراق، سجل يا بصراوي، سجل يا بغدادي، سجل يا وصلاوي. هناك عمان موجودة وحاضرة. برافو عمان. لا تيأس. أحب المنتخب اللي راسه يابس. يا سلام يا جميل، يعدي جميل، يمر جميل، يلعبها جميل، خطرة، راسهم يابس. العمانيين يا عمان. ماذا فعلت عمان؟ تأتي بهدف التعادل. عن أي جنون نتحدث؟ جميل، يمر جميل ويلعب الكرة على رأس عمر ليسجل التعادل لعمان. عمان عادت، عمان ما تبي تجيبها على البر. عمان تسجل ثاني الأهداف عن طريق عمر. منتخب خطأ يأتي للعراق. اشعدكم هذا أمجد عطوان يلعب الكرة العالية خطيرة عراقية. الله، لا، ما يحدث هذا أمر غريب، ما يحدث هذا أمر عجاب. لا يا عراق،
ماذا فعلتم يا عراق حتى بالانتصار تكونوا بالجروح، حتى بالانتصار يخرجوا بطلوع الروح؟ ماذا يفعل العراق؟ ماذا يفعل العراق؟ مناف يسجل هدفا بوسيبل اوفسايد، بوسيبل اوفسايد. خليني ارتاح. نعم، احتمال تسلل. خليني اشوفه. مناف بخير ولا مو بخير؟ خليني اشوف، خليني اطالع، خليني اباوع، خليني انظر، خليني اراقب. هذا كوقية لا زال فرحا، لكن هل هناك راية وتسلل؟ هل هناك بوسيبل اوفسايد بمعناه احتمال اوفسايد؟ قال لهم الحكم ما بيها شيء، بوسيبول ما فيها شيء. هذه فوتبول ولا؟ راح يشيك، راح يشوف، يقول لهم وخروا، خلوني. لكن انت مو كل مباراة الاعصاب. يعني ان شاء الله ما تكون الويت. ها سيدي جيرمي بيغنارد ماذا سيقول؟ راية ولا روماني خلى العراق يعاني. الروماني خلى العراق يعاني. هذه روماني جول، هدف اذا للعراق، يحتسب، يعتمد، يوثق. ارضية الميدان، مباراة للتاريخ، كل شيء للتاريخ. يا عراق، نعم، مهما دج الليل بكرة الفجر يأتيني. وإتى بخليجي 25. العراق بطل خليجي 25. اسمع يلي ما تبي تسمع، العراق بطلا لخليج. هنا الآن لحظات للتاريخ ستعيشها الكرة العراقية. أن تلعب على أرضك وأن تتوج بلقب كان حلما يراود العراقيون لسنوات وسنوات، وها هو يأتي الآن. نعم، أمامنا وفي لحظات مميزة للغاية في مباراة كبيرة وبطولة كبيرة قدمها العراق. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يقلد لاعبي المنتخب العراقي، ميداليات المركز الأول وبطل خليجي 25. رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم شيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني. رئيس الاتحاد العماني شيخ سالم المهيبي، وكذلك رئيس الاتحاد العراقي سيد عدنان درجال. اسماء المتواجدة على هذه المنصة هنا بالفعل. شوف حتى انت استاف خيسوس كاساس الاسبان يبكون، يشعرون. مصطفى كريم حاضر ومتواجد. يونس محمود الذي قال من يستطيع ان ينتصر على العراق في ارض عراقية، ها هو يترجم الامر ويتوج العراق باللقب الرابع لبطولة الخليج. قدمت العراق الكثير وقدمت البصرة الكثير. شكرا لأحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة. شكرا لأسعد العيداني محافظ البصرة. هذا العمل، هذه الحفاوة بالفعل كانت جميلة جدا. شعر الخليجي بهذا الحضن الدافئ الذي كان
حاضرا. بطولة كبيرة قدمتها العراق منذ البداية، وإن كانت هناك بعض الأخطاء نسامح العراق على ذلك. يا جماعة ما يصير بلد يغيب منذ عام 1979 عن التنظيم ويبتعد لفترات طويلة وعانى الكثير. ومن أول بطولة تبي كل الأمور جاهزة، لكن خذونا كانت قلوبهم جاهزة، لم تكن بعض الأمور جاهزة، كانت القلوب جاهزة لاحتضان الخليج. البصرة قدمت كل شيء في هذه النسخة. يستحق العراق هذه البطولة من القلب حقيقة لكل ما قدم في 20 يوم. وحتى اليوم لو تشوف كل عراقي كل بصراوي لا تقطعون بينا. هذه الكلمة الآن كانت بدايتها بالهلة في 6 من يناير وفي 19 من يناير. لا تقطعون بينا، ما تعوفونا، راجعين موجودين حاضرين. لكن يستحق بشكل كبير جدا العراق هذه الفرحة. عشنا ايام جميلة كلنا كخليجيين هنا، اللي يروح يلف ويدور ويتواجد عند تمثال بدر شاكر السياب. هناك الشعر وفكر واحباب. نمر ناخذ لاهلنا من سوق العشار، يقول لك طب واختار. تمشي تروح على كورنيش شط العرب، كل الوناسه والطرب. شارع الفراهيدي، ربا حب العراق، لك اسمع تناهيدي، ولو نزف منك طرف اخي تعال اشلع وريد وخذه لك. اي والله يستاهلون. هنا اذن لحظات التي تقترب لتتويج المنتخب العراقي بهذا اللقب، بهذه الكأس. انتظروا طويلا في 79 كانت هي البداية هنا في العراق كذلك. بعد ذلك في 84 في خليجي 7 توجت العراق باللقب، وفي خليجي 9 في 88 توجت العراق باللقب. كل ألقاب العراق فردية، لم يفوز العراق بأي لقب زوجي، يعني مسمى بطولة زوجي لا، كلها فردي. خليجي 5، خليجي 7، خليجي 9، وخليجي 25. الآن إذا جلال حسن هو عريس الليلة. جلال حسن هو عريس العراق. جلال حسن هو الذي سيزف في هذه الأمسية. مين عريس العراق؟ مين اللي راح يزف هنا؟ مين اللي راح يشيل الكاس؟ مين اللي بالفعل سيتوج العراق بهذا اللقب، سيرفع هذه الكاس؟ هذا عريس الليلة جلال حسن. إذن العراق بطلا لخليجي 25. يلا هدا يا جلال يا حسن. العراق بطلا لخليجي 25. مبروك، ألف مبروك يا عراق. يستحق العراق هذا اللقب، هذه البطولة، على ما فعل، على ما قدم. بكل تأكيد أداء كبير، أداء رجولي. يأتي الآن هذا اللقب وهذه الفرحة. نعم هذه الفرحة في النهاية. أقول ودائما ما أقول افرح يا عراق، افرح يا عراق، افرح. لكن هذه المرة افرح يا مبسوط، افرح يا مبسوط، افرح. وهنا أمجد عطوان صاحب الاطمئنان. شكرا للبصرة، شكرا للعراق،
شكرا لكل شعبها على هذا الكرم وهذه الحفاوة. شكرا لكم وإلى اللقاء.